لما تغلبك الأقدار سلم الأمر كله لله، فاعلم أن تدبير الله قد تدخل وتدبير الله كله خير. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بده يقاتل في غزوة بدر، كان بده يخرج من أجل الاستيلاء على قافلة من قوافل تجار قريش، ولكن القافلة نجت. ولما علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أعدوا 3 أضعاف جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم، فواجههم في غزوة بدر وقتل أهم قادة قريش، وكان أول نصر وأهم نصر في الإسلام. لما تسعى في سبيل شيء وتلاقي في حواجز أو ربك غير لك الطريق، فاعلم أن هذا تدبير الله لك، والخيرة فيما اختاره الله. لذلك كان في اقتباس رائع يقول: أحيانا يدمر أو يغير الله خططنا حينما يعلم أن خططنا تقوم بتدميرنا. رح يجي اليوم اللي تقول فيه: يا ربي لك الحمد على التغيير اللي عملته بحياتي، لأنك شايف أشياء أنا ما كنت شايفها. يا رب املأ قلبي صبرا وصدري شرحا وعقلي راحة طويلة الأمد. يا رب أوجد لي زاوية أبوح بها ودعاء يثلج صدري ويقينا بتيسيرك أمري يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خير ما نستعين به ليومنا هذا، والصلاة والسلام على خير المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اليوم حبيت نشارك معكم يومياتي البسيطة. حبيت نشارك معكم هذه الوصفة، وصفة المادلين بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، اقتصادية. المكونات كما هي موضحة في الصورة هكذا. مكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت. وقد قمت بتغيير الفانيلا بقشور الليمون، فالكارس يعطي لها نكهة رائعة جدا وبذوق رائع. قمت بتكسير البيضتان ثم وضعتهما في الخلاط هكذا، ثم أضفت كأس إلا ربع من السكر، كأس نقص من نصفه من السكر، وتركت الخليط يمتزج جيدا مع بعضه البعض. ثم أضفت الزيت كأس إلا ربع، يعني كأس نقص من نصفه، ومزجت الخليط مرة أخرى. هكذا بهذه الطريقة. ثم أضفت الحليب، والحليب يكون دافئا أو بدرجة حرارة الغرفة. نترك الخليط يتجانس مع بعضه البعض، إن كان بالخلاط الكهربائي أو بالمضرب اليدوي إن لم يكن متوفر الخلاط الكهربائي، فالنتيجة واحدة. المهم تخلط قبالة، نقوم بالتخليط الجيد فقط هكذا. بعدها نقوم بإفراغ ذلك المزيج في الصحن أو أي شيء للعمل. والمكون السحري الذي وضعته أنا وغيرته هو
قشر الليمون، وهو يعطي نكهة أحسن وأفضل من الفانيلا وذات طعم ورائحة جيدة. بعدها نضيف الفارينة بالتدريج مع كيس من خميرة الحلويات، هكذا بهذه الطريقة. ونقوم بمزج الخليط جيدا بحيث يكون الخليط خفيف نوعا ما. بهذه الطريقة نمزج جيدا حتى نتحصل على خليط رغوي. هكذا. هنا يسمحوا لي بنتي هي اللي راهي تخمن فيهم في القوالب، تقبلوا منها. هي اللي طلبت مني هذه الوصفة بما أنها في أيام الامتحانات وحبيت نلبي لها هذه الطلب. بعدها نقوم بوضعها في الفرن بدرجة معتدلة. أتمنى أن تجربوها وتعطوني رأيكم في التعليق. راهي تجي خفيفة وهشيشة، واحد الذوق فيها نتاع الكارس روعة، ما تجيش مخمرة من داخل، تجي خفيفة كالريشة. هنايا بنتي حبت تقسم لكم واحد الحبة وتوريها لكم من الداخل، ما جاتش مخمرة، جات خفيفة، تتفتت مثل السميد. وقت كنت تبي تزينيها من الداخل بالشيكولا، ولكن بالاختيار إن تركتها عادية فلا بأس. هنايا واحد البوزلوف شريته وحبيت نحضرو ونشاركو معاكم بالكسكس السوداء. انا حبيت نديرها كسكس تاع بلوط. هنايا عرقته، راح غسلته ومن بعد حطيته يعرق لمدة حوالي نصف ساعة باش تروح منه هذيك الكحولية والغبرة وكل شيء. ما يطلقهاش في البويون ولا الصوص كي نطيب معاه الخضرة، حوالي نصف ساعة تقريبا هكذا.
هنا كنت بتقشير الخضروات وغسلتها. أنا درته على القرع الزرقاء، تجي بنينة غاية تهبل. البطاطا لم أكثر منها، وضعت حبة فقط، لأن البطاطا تأكل الصوص، تأخذ الصوص. هنا كنت بتحضير الصوص، بصلة وطماطم وفصين من الثوم، وضعتهما قليتهم في الزيت والملح وبعض التوابل. بعدها رحيت هذاك الصوص هكذا بهذه الطريقة، وحطيت في داك السعبوز اللوف هذاك والجزر، بما أن الجزر مدته للطيب تكون أكثر من البطاطا والقرعة، فوضعت الجزر مع البوزلوف. اما القرعة خليتها للاخر مع الاخر مرة باش طلقتها باش ما تطيحش هكذا. هنا البوزلوف عندنا كتحب تخدمو بالكسكس السوداء، مثلا كسكس الشعير او القمح ولا الكسكس تاع البلوط مشهورة هنا في ولايتي، يجي احسن من الكسكس البيضاء. لكن تفتل شوية. اتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو وان تستفيدوا ولو بالقليل فقط.